اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عمركم جربتوا قبل كده تحطوا السبرايت على تتبيلة الفراخ؟ طبعا لا. احنا بقى بتوع الجديد كله. طريقتي النهاردة حصرية والأول مرة على اليوتيوب. النهاردة هنحضر مع بعض بوب كورن الدجاج أو فشار الدجاج بتاع كنتاكي، وبفضل ربنا هيطلع معاكو أحلى من كنتاكي كمان. وده بمناسبة دخول المدارس وتكملة لسلسلة الوجبات اللي تنفع نحطها في اللانش بوكس وتكون مناسبة لولادنا ويحبوها جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير في كل مكان، ولو أول مرة تشوفوني فيسعدني إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا الوصفات أول ما تنزل. ويلا بينا نبدأ في الطريقة على طول. في البداية حبايبي هنحتاج لنص كيلو من صدور الدجاج. لازم ننشفهم كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده بمناديل المطبخ. بعد كده نبدأ نقطع الصدور قطع صغيرة كده أو مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. حطينا قطع الصدور في طبق زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نتبلهم مع بعض. هننزل عليهم ببيضتين، بعد كده هننزل عليهم بمعلقة صغيرة توم بودر، بصل بودر، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، كلهم معالق صغيرة. هنبتدي بقى نقلب المكونات دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. آخر حاجة هنبتدي ننزل بيها هي إزازة اسبرايت. بتخلي طبعا الفراخ طرية من جوه وبتشرب التتبيلة وطعمها خطير جدا جدا. بعد كده نبتدي نقلب المكونات دي كلها مع بعضها مرة تانية. هنسيبها بقى حبايب قلبي في التتبيلة لمدة ساعة. ولحد الفراخ ما تتبل معانا تعالوا نحضر الكفر الخارجي مع بعض. هننزل بكوباية ونص من الدقيق، بعد كده هننزل بكوباية واحدة من توابل الفراخ المقرمشة. ممكن تستخدمي كنور، ممكن فيجيتار، أي نوع متوفر عندك. بعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها، وبكده يكون خلطة الكفر الخارجي جاهزة معانا. تعالوا بقى نخرج الفراخ من التلاجة ونبدأ نشتغل على طول. بعد مرور ساعة حبايب قلبي بجيب قطع الفراخ من التلاجة وأنزلها في الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. صفيها قبل ما تنزليها. بعد ما حطيناها في الدقيق ابتدي قلبيها بقى بالشكل الجميل ده اللي انت شايفاه من تحت كده لفوق.
بعد كده بنزلها في مية ساقعة ثواني بسيطة. هرجعها تاني للدقيق مع التقليب بنفس الطريقة. وده حبايب قلبي فشار الدجاج بعد ما تبلناه. يلا بقى نبتدي نقليه مع بعض في زيت غزير حرارته متوسطة. هبدأ أنزل بقطع الفراخ بتاعتي، وهي عموما مش بتاخد إلا 3 أو 4 دقايق، لأن الصدور حبايب قلبي بتستوي بسرعة، خصوصا إنها قطع صغيرة. بعد مرور 5 دقايق حبايبي، تعالوا بقى نقلبها كده مع بعض. ما شاء الله تبارك الله. أول بقى ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده، نرفعها على طول من الزيت. ما شاء الله، شايفين بقى التموجات الجميلة والغلاف المقرمش الجميل بتاعها ده؟ ما شاء الله تبارك الله. هكمل بقى بقية الكمية وهرجع لكم مرة تانية. هو ده حبايب قلبي فشار الدجاج او البوب كورن بتاع كنتاكي. شايفين ما شاء الله جميل ازاي؟ وفعلا طعمه خطير جدا جدا، ومقرمش جدا، ومستوي من جوه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله عليه. ادتنا كمية وفيرة جدا جدا. وعاوزة اقول لكم حبايبي ان ولادكم هيحبوه جدا جدا. ينفع طبعا نحطه لهم في اللانش بوكس، او نعمله لهم سندوتشات في المدرسة. هتكون برضك السندوتشات لذيذة جدا، لان حجمها صغير، وتنفع كمان وجبة غدا عادي جدا جدا مع بطاطس محمرة زي ما انتوا شايفين، او مكرونة. عاوزة اقول لكم لو عملتوا الوصفة دي مش هتصدقوا قد ايه هي جميلة جدا جدا، وهتطلع احلى وانضف من كنتاكي كتير قوي قوي. بتمنى يكون بوب كورن الدجاج عجبكم. يا ريت ما تنسوش اللايك الجميل وشير لكل اصحابكم، وفي حفظ الرحمن يا اغلى واحلى متابعين.